البودكاست ده اسمه على الاسفلت مع وكيل بايدوبيز. فعلى الاسفلت ده احنا هنحل مشاكلنا النهارده على الاسفلت، حتى بتاخد بالك الديكور اسفلت وحتى الحارات المروريه اللي محدش بيمشي عليها عمر. انا بالنسبه لي موتوسيكلات سعداوي خلاص، حتى لما بسافر بعمل اي حاجه يقول لك انتوا ناقصكم سعداوي. هنتكلم عن ايه؟ كواحد بيركب ولا كبزنس شغل؟ هنتكلم في كله. لا ما هتفرق، ده البودكاست بتاعي يا عم. انا بودكاست الاسم على المج، اسمي على المج اهو. ماشي يا عم. كان لينا واحد صاحبنا مشترك محمود سمير مكبوز القطاع، وهو كان عارفك وانا كنت بسمع كده من بعيد قوي عشان انا ماليش في الموتوسيكلات قوي فمش معرفش. بعد كده قال لك ده سعداوي مش عارف ايه، وبعدين انت طلعت عملت ستوري نكشت مع مودي وجبت سيرتي كده في الموضوع، وانت ليك طريقه في الكلام في الستوري بتخض شويه. فيوميا لو تفتكر انا ما علقتش، يعني انا ما كان ممكن اخش بقى وارد وبتاع، انا ما علقتش ان انا حسيتني هتهزق وممكن اتضرب. لا يا عم فما علقتش لغايه ما يشاء القدر. بس الحقيقه طلعت غير خالص. لا هي غير ايه ده، ما فيش. بص انت قاعد بتخطب مش تبقى قاعد عادي يا عم، محترم ومؤدب وكيوت بالرغم. انا بقول لك انا بتكسف من الكاميرات والقصص دي. ده ما تتكسفش يعني حتى لما بصور انا حاجه لازم ابقى لوحدي. بجد والله؟ والله. يعني انت دلوقتي مش مرتاح؟ هتفاعل. عايز اقول لك انا بحترم قوي المجهود اللي انت عملته في المجال بتاع الموتوسيكلات ده، لان هو مجال على قد ما هو كبير وليه شعبيه كبيره قوي، بس هو الناس مش كل الناس مدياله حقه، ما حدش مديله حقه بالظبط. يعني. فانت عملت ده وتالي انت تعتبر، ما قلتش، مش عايز اقول من الاوائل لان وارد ان يكون في ناس لا في ناس قديمه، بس يمكن كنظام وسيستم تشغيل وخدمه بتتقدم متطوره بقى، فاهم؟ انا ما بتكلمش على البيزنس. بتكلم على ايه؟ طيب مش فاهم. انت دخلتني في البيزنس هنروح له. انا بتكلم على القطاع الاعلامي، الميديا، صناعه المحتوى بتاعه الموتوسيكلات. دي جت بالصدفه البحته عامه، بس لا يعني لزقت مع الناس، يعني الناس حبتها. ما انا بقول لك هي عندك شعبيه كبيره قوي. عملت فيديو كده فكملت بقى. هي الدنيا مش بعيد. انا كنت بنزل، يعني انا كنت واخد الموضوع ايه، انا بحب بس الايديت، كنت باخد كورسات فيه، فعملت الايديت عشان ايه؟ اتعلم، فاهم؟ افضل امشي ايدي كايديت بس بنزل. في ناس تعجبها الحاجات، في ناس ما تعجبهاش، بس قناتي وانا حر بقى، بنزل عايز اتفرج ما اتفرجش بقى. هيبدا يعربك واحده واحده. قناتي وانا حر. بس هو انت اصلا حبك للموتوسيكلات بقى فعلا بقى بادي من طفوله وكده، ولا يحكي لنا بدات؟ لا خالص، ولا كنت بحبها. اصل انا كده برضو العربيات عادي يعني، جت برضو في النص. لا ما كنتش بحبها. احكي لي بقى. انا اخويا هو اللي كان مسحول للموتوسيكلات وعربيات، وقعد بفتره يكتب برضو في مجلات كده. ده اخوك الكبير ولا الصغير؟ الكبير، اكبر ب 15 سنه، وقعد يكتب في المجلات وبتاع، واتفرج على الفورمولا بقى وموتو جي بي وانا اتفرج كرتون ويحبسني في الاوضه وقصص حزينه كده. فرق بينكم كبير في السن كمان. هو اشترى موتوسيكل في 2009. كان اول موتوسيكل يجيبه، فانا عايز اجيب موتوسيكل زي اخويا. اشمعنى هو؟ انا عايز حتى لو انت مش فارق معاك ولا فارق معايا خالص يعني. بس جبته وبدات بقى ايه، ومشي. ركبنا موتوسيكلات ومشي. جبت هو جابه في 2009، انت جبت موتوسيكل 2009 وراح اشتراه بعديها بيومين، رحت جبت موتوسيكل. بجد والله؟ على طول عايز موتوسيكل. طب وايه اللي حببك بقى في الموتوسيكلات؟ يعني ايه اللي خلاك، يعني انت جبت موتوسيكل وانت اصلا مش فارق معاك، انت بتجيب موتوسيكل عشان تبقى زي اخوك؟ بص انا جبته وبدات اشتغل فيهم من 2009 لحد 2012 مجرد شغل. ماشي. بجيب وابيع وشغل، وحتى 2012 ما بحب. يعني انت شغال في الموضوع ده من زمان قوي كده؟ 2009 من زمان قوي. تجيب موتوسيكلات انا اسف، من 2012. انا ركبت موتوسيكل في 2009، بعد كده بعته بعديها بشهرين. ما تشدتش. هو كان موتوسيكل ايه؟ شادو 400 كروزر كده صغنن. واخويا كان معاه حاجه زي ستريت بايك، كانت 400 سي سي، الاثنين ده 400 ده 400، وبقيت بركب معاه. وبعد كده اما بدات بقى اشتغل فيهم، ركبت مره ريس. يعني ركبت حاجات كتير وما كنتش بركب الريس ده كنت بركبه، وركبته في مره في شارع ال90 ودوست دروخت كده وقمت واقف وقاعد على الرصيف والله زي ما بقول لك كده. والله. طب مين اللي علمك سواقه الموتوسيكلات؟ يعني انت منين واحد مش مهتم اصلا بالموتوسيكلات، مين اللي علمك ده؟ كنت في خدمه عيد، كنت ضابط شرطه انت عارف. كنت في خدمه العيد، كان في موتوسيكلات الجاوا مع يعني ايه خدمه العيد؟ خدمه صلاه عيد. ما انا ما اعرفش اسمها خدمه العيد. انا فاكر خدمه العيد الموتوسيكلات الجاوا اللي هي الحمراء القديمه دي. ايوه كانت معايا شرطه، خدته قعدت الف بس. يعني انت علمت نفسك كمان. بس انت اصلا انا بشوف تكوينك من الناس اللي صعب تقع من على الموتوسيكل. يعني وقعت والله. لا وقعت. لا اكيد وقعت. بس انا قصدي لو جاوا يعني عارف انت مثلا انا مثلا هاخد عجله عمر ابني مثلا وهلف بيها كده عليه، مش هتقع. انا اصلا قاعد، انت اصلا وانت على موتوسيكل ريسنج بيبان الريسنج ده بيقلب بيبي هوندا سن صغنن يعني انت بتكتمه لجوه. فاتعلمت بسبب ان انت يعني ده اكيد سهل عليك ان انت اتعلمت بده. وبعد كده جبت الموتوسيكل وعشت حياتي بقى. وقعت بقى كذا مره وتعورت
قمت ما ركبتش تاني. ماشي. واجيب وابيع واجيب وابيع واجرب اللي انا بركبه. وفي مره بقى ركبت موتوسيكل ريس بقى على طريق السخنه اللي بنركبه ده. كان بتاعك ولا بتاع حد؟ كان بتاعي. انا بخاف اجري بموتوسيكلات حد اصلا مش بتاعتي. لغايه دلوقتي؟ حسب الشخص ماشي. حسب الشخص، حسب الموتوسيكل انا متعود عليه ولا لا. الموتوسيكلات عامله بحس ان هي عامله زي الحصينه، يعني اللي هو ايه، يعني في موتوسيكل يبقى في بينك وبينه عمار كده، وفي موتوسيكل تاني يبقى مش مريح. كل موتوسيكل يبقى مختلف ولازم تكون مجربه وعارف نقلاته عشان تعرف تظبطه يعني. فبقول لك جبت ريس طريق سخنه بقى، اتلطيت بقى لطه. حبيت اليوم ده بقى. فاكر اليوم ده كان امتى؟ فاكره جدا. سنه كام ده؟ 2012، اخر 2012. كنت لوحدك؟ لا كنت طالع مع ناس. اول مره اطلع بريس، كنت بطلع بالموتوسيكلات التانية. لا لطه بقى تانية خالص. ايه بقى حسيت ايه؟ كنت لسه اقول لاسلام خوف. اصل بيقول لي انا بخاف، قلت له طب ما انا بخاف من الموتوسيكلات، خلي بالك انا بخاف بجد والله. انت بتخاف من الموتوسيكلات؟ والله كل مره بركبها ببقى خايف، كل مره. وكل مره ببقى طالع ايدي بترتعش وقلبي بيقعد دن 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 مجرد ما تدي انا المفروض انا شايف ان انا مش هرتعش وانا بالراحه، انا هرتعش وانا بجري بقى. لا قبل ما اجري. اصل انا زمان يعني هديها لك مثلا مقارنه بالعربيات، انا اول ما بدات اجري بالعربيات اللي هو لما كنا شباب بقى وبنهبل في الشارع واطلع طريق المطار وبتاع، طول ما انا ماشي بالراحه انا كويس. لما بجري وابدا بقى امشي 140 و160 وبتاع، انا كانت زمان كانت رجلي تلاقيها بتعمل كده على الدواسه. وانا على الموتوسيكل رجلي بتعمل كده. بس ده كان زمان، دلوقتي ما بيحصليش كده. لا كل مره لسه الجمعه اللي فاتت الموتوسيكلات برتعش. مجرد بقى ما بتدوس الدوسه دي خلاص بقى الدنيا مش هعرف بقى اوصف. انت بترتعش قبل ما تدوس. انا برتعش وانا بدوس. بقى ان انت تكسر الحاجز اللي بقول لك، حاجز الخوف اللي طالع ده. لا احساس تاني خالص. ما توصفش الصراحه، ما توصفش. انا بحب الموتوسيكلات جدا كشيء يعني، بس تركبها تقلق. انا بكرهها كان اركبها، بكرهها. ليه؟ عشان بحسها خطر جدا، وبالذات كمان في بلد زي مصر. لو كلمه اصل ما انت ممكن تعمل حادثه بالعربيه. انا ما اعمل ايه المشكله؟ انا ما اعمل وننزل ونتخانق واقول له ايه يا عم وعاجبك الرفرف ده. وفي حوادث انت بتشوفها خلاص هي الحادثه ايوه بس ده لازم ابقى غبي قوي غشيم، لكن الموتوسيكل مش محتاج. لا نصيبك عادي. ممكن بكلمك بجد والله، بكلمك بجد. هو نصيبك. ماشي مش هغلس عليك، كمل. وبعدين طيب قيس كام حادثه عربيه وكام حادثه موتوسيكل لو عملت احصائيات. انا ما عملتش، بس لو عملت يا سلام. انت هو في كام موتوسيكل وكام عربيه؟ اعملها بنسب وهتشوف. لا والله زي ما كده. ما تقيسش على الموتوسيكلات الدليفريه. العربيات عرضه ان هي تعمل حوادث لان هم كتير وكبار وبيلتحموا كتير. انا بكلمك في هوايه الموتوسيكلات دي المفروض تتساق بطريقه منطقيه، لكن انت طالع قبل ما تطلع مشيك على كل حاجه، الموتوسيكل ميكانيكا تمام وسليمه وكل وطالع بقى مش طالع تجري في طريق مفتوح. انت عارفه. هسيبك مش هضغط عليك في النقطه دي. انا بقول لك الصح والله. طب انت طلعت الطلعه اللي هي طلعتها بالموتوسيكل ريسنج دي في طريق السخنه، حبيت الموضوع جدا. طور بقى معاك ازاي بقى؟ بدات مثلا ايه تشتري موتوسيكلات اكتر؟ يعني كان ايه هدفك؟ هل انت كنت يعني عايز بقى، انت خلاص اوريدي بتتاجر من قبل كده، فانت كنت بتبني للمؤسسه اللي انت عملتها دلوقتي؟ لا انا ما كنتش ببني، انا كنت بعمل حاجه بجانب الشغل اللي انا كنت بعملها. اي دخل اضافي يعني يتعمل. اما سبت بقى الوزاره ركزت فيها وقعدت اشوف. فتحت بقى مكان وسيرفيس وكده. وقعدت اركز في الموضوع. ازاي اطور، ازاي واجرب بقى واغلط وبتكتسب خبرات كل شويه وتظبط امورك. طب ودلوقتي بعد ما بقيت صانع محتوى، بشوفه من اوائل او من يعني من الناس اللي تقدر تعتبرهم رقم واحد في حته الموتوسيكلات. الله يخليك. لا ده مش كلامي، خلي بالك. انا دايما الناس بتقعد تقول لي كده، يعني مثلا حتى لو في تجمع عربيات تلاقي ناس طالعه تقول لك انت ناقص يبقى معاكوا سعداوي. موضوع بقى الكونتنت كريشن او صناعه محتوى بقى اللي انت ما شاء الله اشتهرت بيه، انا شايف ان دلوقتي ده اكتر حاجه من وجهه نظري، ممكن ابقى غلط، اكيد مساعداك جامد قوي جداً في نجاح البيزنس بتاعك جدا. اما الكورونا بدات كنت بقول لك بعمل الايديت ده لمجرد الهوايه، انا باخد كورسات فيه وحبه وبعمله. كورونا بدات في وقت فاضي بنزل باخد كاميرا واحد صاحبي اصور الطلعه اللي من ايديت ابلود. الناس بتيجي تشتري، هم فاضيين. الكورونا مقعده الناس كلها في البيت، بس انا بحاول او يعني اكتشفت بقى ان هو بيشوف تجربه الموتوسيكل عامله ازاي، وبالتالي بيبقى جاي عايز يجربها. هو ده بيبقى ناس اصلا ملهاش في الموتوسيكل. ملهاش، هو مفيش. هو زي كده اخونا خالد جواد كده. جه قال لك انا عايز اركب موتوسيكل. عايز اركب موتوسيكل بوليفر. بوليفر داخل لي بالشورت. قلت له هتعمل بيه؟ قال لي هروح بيه الجيم في النادي. قلت له بالشورت؟ هتتلسع في الشكمان هيديك بوسه هنا في فخدتك. وقد كان
اول ما ركب لا. على طول. طب ما ثانيه واحده، انا حتى لو انا لابس بنطلون من هتلسع برضه. لا مش زي الجلد، لا مش لا زي الجلد، لا بس طبعاً. يعني ما ينفعش المس الشكمان سواء ما بالبنطلون او من ينفعش غير. تلمسه، لا طبعا ما ينفعش تلمسه. ايوه ده هو اتلسع مرتين ثلاثه يعني. وخلي بالك هو جه اتعلم وركب الموتوسيكل قال لي انا عايز اسبوع ابقى راكبه على طول. اخر مره سوقت امتى؟ من 12 سنه. انا حسيت، انا اول ما شفت فيديو طلع قال فيه ما تخليش الكتامين كتامين ينسيك ينسيك احنا إحنا مين، مين. قلت ده هيقع، وقد كان راح واقع. وقع فعلا. اه وقع كتير. اخر واحده عربيه خبطته. بس بص عشان برضه بس جاله كسر في الحوض. مش اغلبيه الوقعات اللي الناس بتوقعها بسبب خطا الغير. طب حبيت بقى صناعه المحتوى دلوقتي؟ يعني حاسس ان انت بقالك فتره بتعمل، يعني ابتديت عشان انت بتقول انك بتتكسف منها وبتحس ان انت مش مرتاح دلوقتي، حاسك مركز فيها وبتعملها بشكل استمراري ومنتظم، بتحبها في الشغل يعني انا مركز فيها في الشغل. شغل ايه يا سعداوي؟ جرايه صلاه في الشغل يا عم والله في الشغل. لا ما انت بتتصور رايدات وبتطلعوا. ما هو ده شغل. ما هو كله مربوط ببعضه يا اكيد. ايوه كله ما هو ده شغل. انا ما هو في محتوى غير الشغل. لا طيب ما انا بتكلم في كده. ما انا قصدي بحبها مش قوي الصراحه. لا بجد والله يعني تحسها ضغط عليك نفسيا بس مضطر تعملها. لازم اعمل. بس الناس بتحبها ماشي. بس يعني تعليقات الناس الايجابيه مش بتحمسك؟ مش بتحمس بس هي ضغطه برضو عليك. وموضوع انا يعني بالنسبه لي ماسك التليفون كتير والكلام ده اللي هو شغال عليه البوست. انت بتحبش شغال وتشوف الريل ده عمل حاجه، الفيديو ده انا شافته حاجه بخصوص الشغل بتفرق معايا القصص دي. بس انا بطلت في موضوع مين شاف ومين ما شافش دي خلاص، من كتر ما السوشيال ميديا بقت مش واضحه. بل الواحد ينزل حاجه وما يحاولش اصلا يشوف هي نجحت ولا ما نجحتش. لو فيديوهات على الشغل لا بركز فيها. اكبر غلط ده. بركز فيها للاسف. يعني هتبص لك بصه بس ما تتاثرش ان هي ما جابتش. ده انا بقيت تنح. ما بتتاثرش بس بقعد افكر طيب ازاي احسنها المره الجايه. يعني ملهاش قاعده. ما انا بقول لك في الاخر ما بلاقيش طريقه. ملهاش قاعده. ما بلاقيش طريقه وبكبر دماغي. طب انت دلوقتي بقيت لناس كتيره جدا مرجع بقى في موضوع الموتوسيكلات ده. يعني انا مثلا لو قررت في يوم من الايام ان انا هركب موتوسيكل اكيد حاجه اقعد معاك وتشرح لي وبتاع. فكلمني بقى الناس اللي زي حالات خالد كده والناس اللي جات لك بتعمل معاهم ايه؟ بتنصحهم ازاي؟ يعني بص بتحاول الاول تفهم دماغه. هل هو جايب الموتوسيكل ليه؟ بني ادم عاقل طايش من اول نقطه. طب ما انت تبان عاقل يا سعداوي من بره. ايه المشكله؟ محمود سمير يبان عاقل من بره. ايه المشكله بقى؟ بتتكلم بتوقعهم بالكلام. بتفهم يعني جايب الموتوسيكل يعمل بيه ايه. هو بيحب يجري، عايز ينزل في الهداوه كده يتدنجل، عايز ينزل يتحرك بيه كل يوم. بتفهم دماغه، بتوجهه ده هيعمل كذا، ده هيعمل كذا، ده هيعمل كذا. بس اهم حاجه تعرف هو بني ادم عاقل او ولا لا. دي ضروري جدا جدا عشان ما تشيلش مسؤوليته. ما هو انت بتشيل مسؤوليته. اما واحد يجي لك مثلا راجل قدامك 45 سنه وجيت على الفلوس عايز تستلم الموتوسيكل، بتعرف تسوق؟ لا. طب مش هتستلمه؟ لا هستلمه. وعايز تستلمه ويسوقه؟ عايز استلمه بتناكه، هو بفلوسي. انا عايز استلمه. ما هو مش هتستلم. طب بس انت ده مسؤوليه كبيره عليك، هتعمل ايه يعني؟ لازم يتعلم. انت عامل كورس معين؟ ما هو خالد خده. لازم تتعلم، ولازم الراجل اللي بيعلمك ده يدي ابروف خد الموتوسيكل واطلع. لازم ما تعلم. انت بتمضيهم يعني حاجه زي كده ولا بتمشي بالدراع كده؟ لا بمضي ولازم هيتعلم. مش هيستلم الموتوسيكل. وده ايا كان نوع الموتوسيكل؟ ايا كان. حتى لو سكوتر؟ لا السكوتر لا، مش مضطر. انت بتحب انه نوع من الموتوسيكلات اكتر؟ الريس للاسف. ليه بتقول للاسف؟ عشان التانيين حلوين بس مش مدينك اي احساس خالص. يعني انت كان نفسك التانيين يدوك احساس فكنت هتحبهم؟ ما بيدونيش خالص. اللي هم الكاستم اي شكل تاني بقى، اي شكل تاني. طب الستريت بايكس؟ الستريت ده ما هو تستخدمها في زحمه دي برضو ما بتحبش برضو تنزل تتدنجل تسمع مزيكا. احساس السرعه ويكا مختلف. بس خطر يا سعداوي قوي. مش مشكله، ما هو الحاجه الخطر حلو. اي حاجه بتدي ادرينالين اصلا خطر. يعني انا شايف الطلعات اللي انتوا بتعملوها دايما اللي هو بتطلعوا سخنه مع بعض كده، لو اتعملت في حاجه منظمه بالتجارب. هي طبعا انا مع الطلعات اللي هي سفر. انتوا بتسافروا ولا انتوا بس بتطلعوا تاخدوا؟ بنسافر، والسفر ده قصه برضه. خلي بالك السفر بالريس ده حوار. لطه مش بالريس، بالموتوسيكلات التانيه بقى. يعني انت بتطلع معاهم ساعات بالموتوسيكلات سيوه والاقصر واسوان وبتعمل ده؟ طبعا. الاقصر واسوان طلعتها مرتين، سيوه طلعتها مره، الاقصر اسوان قصير مرسى علم. اصل هو كوميونتي كبير جدا يعني، ناس بالهبل جدا. طب انت انا فاكر في فتره من فترات كده انت حكيت لي ان انتوا كنتوا شغالين على فكره ان انتوا تعملوا طريق مخصص. قلبت وشك ليه؟
ايه اللي حصل في الموضوع ده؟ ما حصلش حاجه بقى، فشلنا فشل ذريع، مش هينفع نتكلم في تفاصيل عشان لا من غير تفاصيل يعني، بس انا قصدي ليه ما بتفكرش انك انت تعمل كده؟ اصل انا قول لي ازاي. انا معاك، قول لي ازاي. علاقاتك بقى انت بقى حاولنا والله حاولنا واتكلمنا، وبعدين او ايفنتات، مش شرط يبقى مكان ثابت على طول. طيب هقول لك حاجه، ايفنتات. انا سافرت مثلا، حضرت ايفنت دراج موتوسيكلات في فيجاس من بتاع الشوارع. حلو، من بتاع الشوارع. من بتاع الشوارع. هي ده مش ايفنت بقى، ده حاجه وركبت موتوسيكل، دي حاجه اندر جراوند يعني، متنظمه كده يعني. متنظمه كده. بس وركبت موتوسيكل وجريت معاهم، حطوا عليا كده. ليه حطوا عليك ليه؟ عشان فرق وزن بقى، على خفيفه. الموضوع ده بيضايقك؟ كان اسمه فلاي بوي. لا خالص عادي ولا فارق معاك؟ احنا بنلعب يا عم. بس انا لما شفت المنظر اللي شايفه ده، قعدت افكر طب طريق حارتين فعليا، ده هناك حارتين. وشفت كم الرهانات اللي بتتحط. انا ما بتكلمش في رهانات، بس بتكلم في مسابقه، والمسابقه ليها ناس بتخش مشاركين، والمشاركين بياخدوا جوائز على الحاجات اللي بتعمل دي، سبونسرز هيشاركوا في الفكره. بيزنس حتى كبير كامل متكامل، مش مجرد هوايه ونطلع نجري بس. لو حد فكر فيها تفكير سوي بيزنس محترم جدا. طب ما حد مين احسن منك يفكر في حاجه زي كده؟ طب لو ده اتوجد، طب نفكر برضو بيزنس. شفت مثلا الملاهي اللي موجوده عند ماستر السخنه؟ شفتها؟ تخيل لو كان فيها في ظهرها على طول او ملحق بيها دراج. ايوه طبعا، انا بقول لك احنا شغالين على الموضوع ده. طب قول لي انت شايف بقى سوق الموتوسيكلات اتطور ازاي في مصر في ال10 سنين الاخرانيين؟ يعني انت طبعا ملم بيه اكتر مني. انا اصلا لسه في نقطه هتكلم معاك فيها على فكره اسعار الموتوسيكلات. ماشي. لان انا مش قادر استوعبها قوي. بس شايف الطلب على الموتوسيكلات بقى عامل ازاي؟ بيزيد ولا بيقل؟ السوق اتطور ازاي؟ انتوا ما شاء الله كلهم الناس بتوع الموتوسيكلات دلوقتي بشوفهم بيهتموا ان هم يجيبوا دلوقتي موديلات رهيبه ومش عارف اجدد حاجه. احكي لي بقى على الموضوع ده، فهموني، لان انا اعتبرني ما بفهمش فيه حاجه يعني. طيب بص، انا بادئه مثلا من 2009 كبركب، وبداته كشغل من 2012. الطفره اللي حصلت من بعد الكورونا او من وقت الكورونا. ماشي. نطه جامده جدا يعني. ممكن تقول ضربت في 10 او 20 عن زمان. من انواع الموتوسيكلات واعداد الناس اللي بتركب. ناس كتير اتشدت للموضوع جدا يعني. لان خلي بالك برضه ركوب الموتوسيكلات في مصر حلو، ما تعتقدش. الشوارع هنا حلوه قوي. السوق حلو ولا الشوارع؟ الشوارع حلوه، مساعده ان السوق يبقى كويس يعني. مساعده جدا. الشوارع اتطورت بقى. الشوارع اتطورت. الشبكه اللي اتعملت دي لا حلوه الصراحه. اما ركبت بره ما اتبسطتش زي هنا. انت طبيعي مش بص، انا لما بسوق بره مصر ببقى مش مبسوط زي هنا لكذا سبب. السبب الاولاني مثلا ان انت طول الوقت انت مركز في اي في اي غلطه. فدي اصلا مفروض مش عارف حاجه نتبسط بيها ولا نزعل عليها، لان مصر انا بشوف ان مصر اكتر بلد تعرف تستمتع بيها بعربيه او موتوسيكل. ده حقيقي والله. انت الحاجات اللي بتعملها بالموتوسيكل بالعربيه اللي انا بعملها في مصر، المفروض في بلد تانية ممكن اتحبس مدى الحياه كده يعني. مش المفروض ما اروحش كده يعني فاهم؟ حاجات ما غريبه. عشان كده بقول لك انا ما اتبسطتش بره. انت بتستمتع في مصر عشان بتعمل اللي انت يعني في حركه اكتر تقدر السواقه في مصر حلوه. ناس كتير بتيجي من بره، اجانب بياخدوا رايدات كمان في مصر. انا بستغرب من اسعار الموتوسيكلات يعني. مثلا بدون بقى ذكر اسماء يعني، يحيى رشدان مثلا جاب موتوسيكل، جاب الام جاب موتوسيكل ام، ومفروض ان هو قال لي ان الموتوسيكل ده بما يعادل في العربيات حاجه يعني اللي هو مش عارف بي ام دبليو ام 1000 ار ار. ده اعلى حاجه في بي ام، اعلى موتوسيكل بي ام. لكنك مثلا جبت مثلا في بي ام عربيه ام 8 كومبيتيشن ليميتد اديشن. انت عندك في العربيه ام باكج صح كده؟ وام، وعندك ام. ده الام. ايوه بالظبط. لان الموتوسيكل فيه ام باكج، لكن ده الام. ايوه. موتوره مختلف، دنيته كله مختلف. بحس بقى ان مقارنه بالعربيات، انا عارف ان تصنيع موتوسيكل ارخص بكتير من تصنيع عربيه عشان القطع اقل والدنيا يعني الموضوع ملموم. اللي اسمعه ان هو بيكلف اكتر. يا راجل. والله ك ار ان دي يعني كابحاث ريسيرش وديفلوبمنت وكده. بس في الاخر بحس ان اسعارهم يعني مالهاش مقارنه بالعربيه خالص يعني. طبعا يعني ان انا مثلا يعني دلوقتي ايه اغلى موتوسيكل في مصر؟ ستوك نازل من اتش 2 ار. ده اغلى واحد. ده اغلى حاجه. في منه كذا واحد؟ لا هو واحد بس. ده بتاع عندك انت؟ زيرو. لسه زيرو. ده بتاعك انت؟ مش بتاعي، ما موجود في المعرض معروض. بجد والله؟ يعني انت عندك ده سبق اعتراف ان ده وده اسرع موتوسيكل في العالم، اللي على الكوبري بتاع تركيا اما نزلوا الاعلان بتاعه 400 كيلو. جاب 400 كيلو.
يا نهار ابيض. ايه العربيه اللي جابت 400؟ يعني ايه امشي بموتوسيكل على 400؟ نفسي ده اكنك نفسي اجربها دي. ليه؟ نفسي والله. اكتر عربيه جابت كام؟ بوجاتي بتجيب كام مثلا؟ 400 برضه؟ كسرت 400. كسرت لا 400. في اكتر من 400. لا بص ما تحاولش هتخش معايا في موضوع بس العربيات. هو جري مع بوجاتي على ران واي بتاع مطار. جري مع طياره مع بوجاتي. لا هو يجري زي ما هو عايز، هم جامدين الموتوسيكلات عامه جامده، بس هو في جميع الحالات لو جبنا اسرع انواع الموتوسيكلات اللي في العالم واسرع انواع العربيات في العالم، العربيات اسرع. انا ما شفتش. انا اوريك فين اسرع فورم اوف موتوسيكل في العالم ايه. اكيد الموتو جي بي سريع في التراك، احنا لكن مش ستريت. احنا هنتكلم حاجات بتمشي على الاسفلت ولا هنتكلم في حاجات بتمشي على الاسفلت؟ اتش 2 ار. ايوه هيبوظا تيربو. في عربيات اسرع. لا في عربيات اسرع. لا صدقني مفيش. وريني فيديو واحد وريني مفيش. انا ممكن اقول لك. طب ما العربيات عامه اسرع لاسباب كتيره جدا. العربيات تقدر تحط الباور بتاعها على الارض، عندها وزن اكتر، بس في عربيات خفيفه. اسرع في البدايه. هي الموتوسيكلات الايدج بتاعها في اللي هي في الاكسلريشن اللي هو من ال100 وانت طالع. لو احنا بندوس من ثبات مثلا، لا العربيه طبيعي اسرع. ماشي. الموتوسيكل يقعد يرفع بيا ويفرك بيا ومحتاجه سيطره. انت في العربيه تك وبنزين وخلاص وشكرا. صح، ما انا عارف ان من الثبات كده العربيه اسرع، والموتوسيكلات بتبقى قويه جدا في حته ان من 100 ل 300 دي حتتهم. بس في عربيات من 100 ل 300 برضو انت ما تعرفش عنها حاجه. ما شفتش. اوريك يا باشا، يوتيوب موجود. طب الموتوسيكل القوي قوي اللي عندك ده اللي هو نفسي اجربه بصراحه. بكام؟ ولا سعر انبوكس؟ 3 مليون 300 مثلا. 3 مليون 300. ده موتوسيكل. ده كده ده سعر. ده كده اعلى حاجه. ده اغلى موتوسيكل. ده اغلى حاجه كستوك. انت فاهم كستوك نازل من الشركه ده زي ما هو. لكن في موتوسيكلات تانية بقى بيتحط فيها حاجات فاهم. ايوه، ما انت التعديلات دي قصه تانية. بس ده ستوك. وده كده اغلى موتوسيكل ولا في موتوسيكلات اغلى؟ اكيد في موتوسيكلات اغلى. لا ده اغلى حاجه. ليه؟ اكيد الحاجات الليميتد اديشن الحاجات دي بتبقى اغلى ولا ايه؟ بس ده مش ليميتد صح؟ ده اغلى حاجه عدى عليا. في موتوسيكل تاني اسمه، بس برضو اعتقد ارخص منه، سوبر ليجيرا، دوكاتي سوبر ليجيرا. بس اعتقد برضو ارخص من الاتش 2 ار واضعف اكيد. وفي موتوسيكل اسمه باياموتو. ده ايه ده؟ صيني ده مكنه صيني. لا هو تشوفه موتوسيكل كده شكله عجيب برضو، بس مش عارف الصراحه سعره ايه. باياموتو ده يبقى ياباني يعني. مش عارف هو متاخد من الاتش 2 وعلى حاجه ثانيه. هو مش عارف سعره، بس انا بالنسبه لي اتش 2 ار 3 مليون على حد معلوماتي ده اغلى حاجه. هو بره هتلاقيه زيرو ب $55,000 مثلا في الرينج ده. طب الريسيل فاليو بتاع الموتوسيكلات زي العربيات كده ولا بترخص؟ يعني الموتوسيكلات في موتوسيكلات بتمسك سعرها، ولا الموتوسيكل زي العربيات الكهرباء مثلا؟ عربيات الكهرباء دلوقتي انا شايف اكبر مشكله فيها ان هي اعاده سعر اعاده البيع بتاعها وحش. يعني العربيات بترخص بتخسر فلوس. الموتوسيكلات كده؟ لا كل الموتوسيكلات مش كل الموتوسيكلات. ما هو حسب، ما هو انت رايح تجيب مثلا 128 هو سعرها هيفضل 128. لكن لو رايح تجيب مثلا بورش فانت بتاخد بالك ان العداد ما بنقعدش ندوس كتير عشان العداد كل ما لا انا بتكلم من بين الزيرو والمستعمل. يعني انت جبت موتوسيكل زيرو لا تيجي تبيعه مستعمل طبعا هيسقط. تفرق طبعا هيسقط سقطه جامده جدا. بس هو في دلوقتي يعني الناس بقى ليها سوق مستعمل كبير، بس هو سوق المستعمل اكتر من الزيرو. طب انت بتحط موتوسيكلاتك على دوبيزل؟ لو هو الاكس بحط عليه. ايه ده اشمعنى؟ ما هو اساسا الاكس ده اساسا دوبيزل. ما اعرفش بقى، انا بفتحه عندي الابلكيشن اسمه الاكس. لا ما ينفعش خلاص والله اسمه كده. اعمل تحديث البيانات، قصدي تحديث التليفون. اعمل هو الاكس ده خلص. بحط لان ده اعتقد هشوف انا بديك حاجه اللي تساعدك بحط والله، ويكون عقد سنوي وبتاع. فشايف ان ماركت المستعمل اكتر من الزيرو بكتير من زمان. بس انتوا بقى الناس المستوردين الموتوسيكلات هم اللي بياخدوا الريسك ده ان هم بيجيبوا الزيرو. ولا انت لان ثانيه هو الموتوسيكلات ممكن تستوردها مستعمل عادي صح؟ كقانون بلد. طبعا انت بتستوردها. اشمعنى الموتوسيكلات؟ ليه مش العربيات بقى زي الموتوسيكلات؟ اشمعنى؟ اشرح لي بقى. طب ما هو اشمعنى انا ما ينفعش استورد الموتوسيكل لاغراض تجاريه اساسا؟ يعني ايه اغراض تجاريه؟ يعني انت الموتوسيكل انت بتستورده على استخدام شخصي، يعني بس بتبيعه، بس بتستخدمه استخدام شخصي، مش يعني جاي زي العربيه بتستوردها وبيطلع جواب. يا فرحتي بالجواب، انا عايز اجيب عربيه مستعمله اجيبها استخدام شخصي واسوقها وبعد كده ابيعها. ما هو سوق العربيات قد ايه والموتوسيكلات قد ايه؟ سيبنا في حالنا. انا سايبكم بالعكس، انا بحب يا عم
بحب الموتوسيكلات، بس في موتوسيكلات بالنسبه لي بحس ان صوتها مش ما اعرفش بيستمتعوا بيه في ايه، بالذات الهارليهات والكاستمات اللي هي التك تك بق تك بق ده. بق 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 بق. لا بصوته وانت تركبه بقى انت عمال دين 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 عمال بيوجع ترتعش الودان معاه. يعني صوته، يعني انا بحب صوت الحاجات اللي هي في ناس بقى بص الهادي. تيجي، في ناس تيجي عايزه الصوت ده. ما هو حلو، هو حلو، هو عامل زي الفي 8 في العربيات الامريكاني، بس ساعات بيبقى عالي قوي، يعني بيبقى ما اعرفش ازاي اصلا هو يقدر يعيش جوه تسمعه مثلا من بعد نص كيلو. انا بحب مثلا صوت الريس، جميل. وبحب الصوت اللي هو الناعم مش الخشن، يعني بحب صوت الدوكاتيهات مثلا. ما احبهاش انا برضه، غساله كده. الصوت بقى الريس غسالة. المتحدي اللي هو بيقعد يبقبق ويطلع نار ده بالنسبه لي بحس اني واقف في تراك. وشكلهم جميل. نفسي اخش تراك. طب ما يلا. انت دخلت تراك انت في دبي صح؟ تراكات كتير. دخلت دبي وفي المانيا وفي النمسا ودوست وجريت جبت اخري. طب ما كنتش خايف على العربيه؟ انت البريكنج بوينت في التراكات أنا بس يعني. انا عندي سؤال، انا عندي بس حته بس خايف منها. مش خايف على المركبه اللي تحتيك؟ ايه المركبه دي؟ العربيه، مركبه اسمها مركبه. اخاف عليها من ايه؟ يعني مش انت بتجري في تراك وبتدوس، مش ممكن تعوم حاجه تحصل؟ وارد طبعا. مش خايف بقى عليها؟ ما انا مش خايف، بقول لك خايف طبعا عليها ان انا منظري، يعني انا رايح ايفنت لو خيشت هيبقى شكلي وحش، بس هيحصل ايه بقى في الاخر؟ هتعوم تعمل كده وبعد كده تخش في الجرافل تراب اللي هو الرمله عشان تهدي سرعته شويه، كده تخبط هتغير باب وقايم لكن انا في الموتوسيكل انا اصلا عندي مشكله ان انا وانا راكب موتوسيكل ورا حد، انا ما بسكبش راكب وراه كده، ابص كده الاقي شكل ما تركبش ورا حد. شكل الاسفلت وهو بيتحرك. انا ما اركبش ورا حد خالص، ما اركبش ورا حد خالص 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 خالص. ولا انا اسوق، ما انا هقع لوحدي برضو. انت سوقت سكوتر؟ سوقت سكوتر. طب خفت زمان؟ خفت؟ لا مش قوي، انا بسوق كنت عجل يعني. نفس القصه والله. بس وقعت من على العجله قبل كده واتاذيت. بص انا عندي هنا فبطلت تركب عجله في علامه هنا مش هتبان. هو انا عجله خبطتني، اخد غرزتين هنا. عجله خبطتك؟ ده وانت طفل وانا صغير؟ لا بس انت كنت على رجلك. انا وقعت كنت راجع من المدرسه وقعت. بس عجله يعني مين ما وقعش يا عم؟ ايوه وقع تافهه. انا ماشي بالعجله وحاطط الشنطه على ظهري وببدل كده، وبعدين فجاه رجلي اليمين فلتت بدال كده لوحدها، شو ورحت واقع، ما حدش جه جنبي. بس مش قاعده. طب انت رايك ايه بقى في الناس المصري في مصر اللي بتسوق عربيات؟ اديهم نصايح ازاي يتعاملوا مع الموتوسيكلات، لان انا عارف ان الموضوع ده اكتر حاجه بتعصب. انا اديهم نصايح ازاي يتعاملوا مع نفسهم الاول. دي رساله للي راكبين عربيات؟ رساله من بتوع الموتوسيكلات. انا عايز ابص لهم في عينيهم كده. كاميرتك ايه؟ نمشي في الحاره اول حاجه، نمشي في الحاره ده لو ان وجدت بنسبه 90%. بس هي موجوده، وحتى احنا في الاستوديو موجوده. نمشي في الحاره، والحاره اللي هي بين الخط والخط مش على الخط. تاني حاجه والله تاني حاجه ندي اشاره قبل ما نخش يمين او قبل ما نخش شمال، سهله برضو ما فيهاش مشكله. وما نوقفش في حته ما ينفعش يتوقف فيها، ما ينفعش اقف على كوبري مثلا. انت شايف ايه اكتر حاجه بيعملها السواقين العربيات مش بيحترموا فيها الموتوسيكلات؟ لسه مثلا اهو من كام يوم انا ماشي في حارتي ومراتي ورايا. مراتي وراك فين؟ مراتي ورايا على الموتوسيكل. وراك على الموتوسيكل؟ بركبها ورايا. بنزل يا عم بدلعها وبروق عليها. المهم ماشيين، تاخد الراجل جاي من ورا وقام حادف عليا كده. ماشي. بكلكس له ولا كاني موجود، بيكمل حدف. قفشت بقى، جريت وراه عند المطب وجايب واقف قدام. والله العظيم. وبرزع له في الازاز. بقول لك انت مراتك راكبه معاه، اعمل ايه طيب؟ نزلتها طيب قبل؟ ما نزلتهاش يا عم. ما هو الراجل انا اسف وما خدتش بالي، ما خدتش بالي. هو مش واخد باله اصلا من الموتوسيكل. مش شايف اساسا. فما بيحتاج. هو شايفه بس هو مش واخد، مش في حساباته. بس انت جاي الموضوع جاي عليك نفسيا، الموضوع ده بيضايقك؟ موضوع السواقه كله الصراحه بيضايقني يعني بامانه. خلي بالك هو خلقه ضيق قوي قوي يعني. هو والله كل يوم بتخانق قوي، كل يوم والله كل يوم. طب ما خلاص اركب عربيات بقى. طب انت بتحب العربيه؟ والله بتخانق بالعربيه. انت بتحب العربيات؟ بحب العربيات بس انت ليك تجارب في عربيات انبسطت فيها؟ انا على يدي انا شفتها بعيني يعني. بس انا خاف من العربيات اللي بتجري. ازاي بقى؟ يمكن عشان مش انا اللي سايق، يمكن عشان انا ما جربتش اسوق حاجه بتجري قوي. بس وانا قاعد في الجنب انا بتخيل كاني قاعد ورا في الموتوسيكل. ما انا كده، ده طبيعي، ده احساس طبيعي. انا لو حد سايق وبيجري بيا انا ببقى مرعوب. بس انا العربيات بالنسبه لي حاجه كده ايه، رفاهيه. عربيه تبقى مش عايز فرهده في العربيه، انت عايز حاجه توديك وتجيبك بس من جوه فيها كل حاجه. طب انت دلوقتي كنت عايز اسالك على حاجه. انت اتكلمت في نقطه ان انت في ناس بترضاش تسلمهم الموتوسيكلات غير لما يتعلموا الاول عشان انت بتحس انك شايل مسؤوليته. طبعا. هل انت بتعمل احيانا محتوى مخصص لفكره انت قبل ما اكمل السؤال انت عارف
لان انت فكره ان هو ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش والصح والغلط والحاجات دي، ولا انت مش عايز تخش انت في الحته دي؟ ودي غلطه شنيعه الصراحه. المفروض بس ايه هي الغلطه؟ ان انت المفروض نقول ايه الجير لازم يتلبس، وتاخد بالك من كذا وتاخد بالك من كذا وتاخد بالك من كذا، وبعد كده فجاه هتلاقيني بعمل عكس كل اللي انا بقوله ده. طب ما تمام. تعمله. على فكره احنا كلنا بنعمل يعني انا بعمل، يعني كلنا ساعات بنجري، ممكن بنعمل كده، بس هي الفكره كلها في توصيل المعلومه بس. لا مش عايز تخش لا المفروض اخش، بس مش عارف ما عملتهاش ليه. ما بقول لك حسيت ان اعملها انا صدقه جاريه يعني. هقول لك انا بس حسيت ايه، هقول يا جماعه انتوا المفروض تعملوا كذا وكذا وكذا وتناموا بدري، وانا بسهر لحد الفجر. اوكي. فاهم؟ ايوه اللي هو لازم تلبسه ولازم تعمله، مش هتلاقيني طالع بالنص كم اصلا لابس جاكيت ولا لابس بقى. ايوه فاهم. على قد ما الموتوسيكلات بجد انا بشوف حتى اللي بيركبوا موتوسيكلات كاشخاص لا قلبهم قاعد اكتر من بتوع العربيات بكتير، مفيش مقارنه والله خالص. كبني ادمين لا ما فيهاش خالص، هي كده. بس لو وخلي بالك في ناس بتركب موتوسيكلات بتخاف من الجري، بيركبوا موتوسيكلات عاديه بس ما يجروش. بص هي قاعده، بس انا عايزك تخرج من الحلقه دي انت فاهمها كده. على طريق ستريت زي ده كده. ايوه. لو جبت اسرع موتوسيكل في العالم واسرع عربيه في العالم، العربيه هتكسب. ولو على تراك، لو جبت اسرع موتوسيكل في العالم واسرع عربيه على تراك في العالم، العربيه هتكسب ان شاء الله. انا بقول لك ان شاء الله ما حصلتش، ما تحصل. مش ما حصلتش، هي بالارقام. تعالى ما شفتش نفتح البتاع دلوقتي. قول لي طيب، قول لي يعني حاجه. لو جبت عربيه لو موتوسيكل موتو جي بي وموتوسيكل وعربيه اف 1، الاف 1 اسرع فور اوف بايكس هي الموتو جي بي، واسرع حاجه في العربيات الفورمولا 1. افتح ايه؟ افتح لاب شوف. تايم على طول. شوف دي بتجيب في كام ملفات الموتوسيكلات بطيئه في الملفات. لا ماشي فخلاص فاحنا خلاص متفقين ان هرجع اسمع بس انا هقول لك بس. ارجع تاني، انت راكب العربيه يا باشا بس رابط حزامك وكده اهو كده اهو. إيه؟ انت بالموتوسيكل انت بتحارب مع الموتوسيكل. انا مش دعوه بقى بيحاربوا المهم في الاخر انا اسرع فين. العربيات فيها مثلا عربيه انا بس اسمها رايح، انت اسرع في تراك. اسرع في تراك ستريت لاين. لا ستريت لاين بقى في عربيه دي اللي ممكن اتكلم معاك فيها. عربيه اللي هي فيها مروحه ورا كده، شفتها؟ انا اسمها رايح من على دماغي دلوقتي، بس يعني هجيب لكم اسمها بعد البتاع، هجيب لكم اسمها. العربيه دي لو وقفتها مع اسرع موتوسيكل هتطلع منها. مفيش، ما شفتش والله. انا الفيديو شفته كان اتش 2 ار وعربيه ايوه. ايه هي بقى العربيه؟ بوجاتي. لا بوجاتي، وعربيه من بتوع الفورميولا ونص. وعربيه من فورميولا لا دي فيديوهات دعائيه ما تمشيش معانا دي. ايه يا عم، ما هو فيديو موجود، خش شوفه. لا المهم هم اختيارهم وبيجروا من الثبات، وبيجروا من الثبات. طب دلوقتي انا هعمل لك اختبار كده، انا عارف انت هتنجح فيه لان انت دحاح في الحاجات دي. والله ولا علامات مروريه ابيض. لا بجد والله اقسم بالله يا عم. لا علامات مروريه سهله جدا، وانت تقول لي معناها ايه. اكيد انت بتعلم الناس فاكيد عارف. 5 علامات مروريه. ماشي. انا ما اعرفهمش كلهم الحقيقه، بس اصلا يعني بس انت قول لي كل واحده معناها ايه. ماشي. انت ماشي دلوقتي بموتوسيكلك لقيت دي معناها ايه؟ رملة على الارض مثلا هتتزحلق ولا حاجه. صح، يعني في سطح مزحلق. سطح زلق. سطح زلق. ايه مزحلق دي؟ هي زلق. اوكي انت كده واحد معاك. ريح. ايه ريح؟ معرفش بقى تعمل ايه، بس هي دي علامه ريح. ايوه يعني ده تفتكر هوا بيشد البتاع. ايوه ماشي، يعني ده هتفتكر وانت سايق لو لقيت العلامه دي كده هتبقى فاكر منها. خلي بالي بقى الريحه ممكن يطيرني كده ولا حاجه. بس عمري ما شفتها دي، عمري ما شفتهم في الحقيقه دول. ما احنا لسه جايبينهم من على جوجل دلوقتي. طيب دي مطبات. يعني معناها ايه؟ هدي. عشان ايه؟ في ايه؟ في مطب. طب بس ده مش شكل مطب ده بتاع قضيب قطر ده؟ لا ده طريق غير ممهد يعني. لا والله جديد عليا كده، ما شفتهاش. دي توقع دي، خلي بالك على طول في الموتوسيكلات. ماشي. ما شفتهاش في الحقيقه برضو والله ولا انا. بقره معديه، حيوانات هتعدي، شفتهاش برضو دي قبل كده. بقره معديه يعني دي لو تشوفها تبقى انت تفتكر انت شفتها؟ انا شفتها طبعا. فين؟ في جنوب افريقيا. في جنوب هنا شفتها طبعا في وادي النطرون، بس ما كانتش بقره، كان جمل. ماشي. جمل سيوه شفتها. فبنعدي دي انا لسه كنت بقول دي ممكن تلاقيها قبل بيت يحيى رشدان. عشان هو عنده ذبح على طول. ما حضرتش البقره اللي جريت. البقره اللي جريت في البيت يحطوا له خير بقره واحده. انت ما كنتش موجود. انت كنت هناك؟ ده انا كنت هناك وفكت. يا نهار ابيض. انت كنت هناك؟ لا ده حوار تاني. الجزار نازل ماسكها من هنا كده بيمشي كلب.
والله العظيم هي نزلت خدته سحلته على الارض، انا كويس وقعدت تجري ومفيش بقى مفيش سور، الحته اللي ورا دي مفيش سور. انت عارف انا اليوم ده عملت ايه قبلها؟ رحت خدت عربيتي من عنده وركنتها في كومباوند تاني. قال لك حد يشوف طبنجه، نلحق طبنجه نقتل ضربها بالنار موتها، بس جابوها بقى في الاخر. طب دي خلي بالك دي فيها دي بقطر دي سهله. وانا الوحيد اللي غبي ولا ايه؟ ما دي مش بص، ما هي صح. لا هو مش سور، هو ممكن معاك يجي سور خشب. ايوه ما هو سور، لانه بص من فوق عاملينه ايوه سور خشب ابيض كده، سور خشب ابيض اللي هو بتاع الجنينه ده. ايوه لا بس هو قضيب قطر. طب ايه معناها ايه ان في قضيب قطر جايه في مزلقاه؟ سعداوي انت طلعت، انت اللي جايب حاجات سهله. لا ما هوش انا اللي جايبها والله. طيب هم اللي جابوها، الاعداد جايبين، الاعداد هو اللي جايبها والانتاج طب اخر حاجه بقى اسالها لك، لو انت يعني انت سؤالين، اول حاجه انت وصلت لطموحك خلاص في موضوع الموتوسيكلات ده وكده، ولا نفسك توصل لحاجه اكتر؟ دي اول حاجه. لا نفسي اعمل حاجه احسن بكتير. ايه عايز تعمل ايه؟ اللي احنا كنا بنتكلم فيه. عايز تعمل على فكره والله يتعمل، والله يتعمل. انت بس اللي مستسهل. فاكر انت ومودي الحوار اللي انتوا عملتوه مع بعض؟ قعدت اتحايل عليه اقول له يا مودي اعملوه في اطار حلو متصور حلو. قال لي هي حلاوتها في كده، وقعد يعمل لي الحركات بتاعته. لا في اسمع بس مني، انت اللي انت شايفه. يمكن انا هساعدك. ماشي انا جاهز والله. نفسي. ماشي لو هتختار. نفسي يبقى في تراك في مصر عامه يعني. وانا هموت نفسي يبقى في تراك في مصر. لا بس تراك صعبه يعني، تراك دي صعبه جدا، مكلفه يعني، مكلفه، والار او اي بتاعها او اللي هو الريتيرن اوف انفستمنت او اللي هو يعني العائد بتاعها من الصرف مش كبير. فاي حد بيسمع الارقام عشان التراك يتبني بيهرب، يقول لك لا مش لازم تراك انا هبني هعمل مول. مش لازم تراك بالمفهوم اللي بنشوفه بره. طب اخر حاجه، لو هتختار مكان نفسك تروحه سواقه بالموتوسيكل، ايه هو المكان وايه الموتوسيكل اللي تحب تسوقه بيه؟ اروحه ولا اسوق فيه؟ تروحه سايق. اروحه سايق. جوه مصر ولا بره مصر؟ اي حاجه بقى، حاجه اللي هو رحله نفسك تعملها. الهند. نفسك تطلع سواقه بالهند؟ نفسي اروح الف الهند بالموتوسيكل. وتروحها بالموتوسيكل من هنا؟ نفسي لو عندي وقت نفسي. انا بشوف الناس دي. طب وايه نوع الموتوسيكل اللي تعمل بيه مشوار زي ده؟ جي اس، بي ام دبليو جي اس اللي هو العالي ده، ال 1250 ده ادفنشر ده. نفسي ومعايا خيمتي وبتاع وكده ما اكيد لازم معاك خيمتك. ده نفسي ان شاء الله ان شاء الله يبقى عندنا 50 سنه كده نعمل الكلام ده. انا عايز اقول لك ان انا انبسطت قوي ان انت كنت موجود معايا، وانت عملت حاجه ما حصلتش من وجهه نظري في الموتوسيكلات. الله يخليك. وانا في ظهرك في اي حاجه انت عايز تعملها، انا في ظهرك. نورتني في بودكاست على الاسفلت مع وكيل مع دوبيزل، ولينا اسفلت بقى نتكلم عليه بره ان شاء الله. جاهز ان شاء الله. بس انا معيش حاجه اتكلم معاك بيها الصراحه. حبيب قلبي يا استاذ سعداوي.